الكرام. ذاك النبي الهاشمي ذاك العلي الهادي التهامي، ذاك الربيع الغوث المنيع، ذاك الشفيع يوم القيامة، عين الكمال عين الجمال، قطب الجلال قطب الكرام. ذاك النبي الهاشمي ذاك العلي الهادي التهامي، ذاك الربيع الغوث المنيع، ذاك الشفيع يوم القيامة، عين الكمال عين الجمال، قطب الجلال قطب الكرام. تاج الضلال باب الظلال صعب الزلال لكل ضال، جم الخصال جم المعالي جم النوال، يداه هامي زين الخلال زين الرجال زين الفعال زين الاسامي عالي المنال عالي الفخار عالي النجال عالي المقام بدر السعود وادي العود وادي الوعود وادي البنان حامي الحقائق غوث الخلائق صافي الخلائق كافي الظلام. هادي الامين حصن حصين حشر متين دين انفصام، ذو المعجمات غر السوام، ابدى الاله سنا حلاه، زارت علاه ضيب الموامي، والذئب عنا والجلع حنا له وأمنا كالمستهان، والبدر سقى لمن ترقى وبات يلقى بالاحترام. والصخر سلم والجو أظلم له تكلم موت الرجال، والبئر فارت والصرح سارت دعا فصارت خصب الأزامي، والشاة أبدت والشمس ردت له أعدت دار السلام، والضرب درى والوحش قرى له أقرى ضبط الأتام، والجلع خارى والغيث فارى لما أشار إلى الغمام، آيات طه ليست تباها ولا تناهى حال الدوام، آيات طه ليست تباها ولا تناهى على الدوام، قلبي لديه شوقي إليه يسكو عليه أزكى السلام، ما الدهر لاحت ذوكا وباحت صدى وناحت روح الحمام على الإمام أعلى الأنام أن السلام من السلام، يا من حباه بما حباه ثم اصطفاه هب لي مرامي هب لي مرامي هب لي مرامي، ربي امحو عني ما كان مني سوءا فإني بك اعتصامي، وحط ذنبي وأحيي قلبي فأنت ربي محيي العظام، كفر ذنوبي واستر عيوبي واكشف كروبي واغفر أذاني، حقق منانا فيك امتنانا واغفر خلانا بي الإيمان، قيل البلايا وافتح لنا يا زم العطايا سبل السلام. كان هناك 3 سمكات صغيرات يعيشون مع أمهم في بحر كبير وواسع وجميل. مع السلام على حبيب. وذات مرة كانوا يلعبون مع بعضهم في مياه البحر الصافية والجميلة، فقالت إحدى السمكات: قد مللت من اللعب في جوار المنزل وأريد أن أذهب لألعب في مكان آخر. وفي اليوم التالي ذهبت مع أختها لوحدهما بعيدا عن المنزل لكي تلعب في مكان جديد. ثم اقتربت إحدى السمكات إلى سطح المياه، وفجأة قام الصياد باصطياد تلك السمكة، فهربت أختها مسرعة إلى البيت وأخبرت أمها بما حدث. فقالت لهم الأم: ألم أخبركم بألا تبتعدوا عن البيت وألا تغادروا وحدكم دون علمي؟
عندها تعلمت السمكات أن تسمع كلام أمها وأن تطيعها في كل صغيرة وكبيرة. أراد أن يعلم حفيده حكمة عظيمة على طريقته الخاصة، فأخذ مقصه الثمين وبدأ يقص قطعة كبيرة من القماش إلى قطع صغيرة. وبعدما انتهى من قص قطعة القماش الكبيرة إلى قطع صغيرة، رمى المقص الثمين على الأرض عند قدميه، والحفيد يراقب بتعجب على ما يفعله جده. ثم أخذ الجد إبرة وجمع القطع الصغيرة وقام بخياطة القطع الصغيرة وصنع منها ثوب رائع. وعندما انتهى من الإبرة غرسها في عمامته. وفي هذه اللحظة لم يستطيع الحفيد أن يكتم فضوله وتعجبه بما فعله جده، فسأله: لماذا رميت مقصك الثمين على الأرض بينما احتفظت بإبرة رخيصة الثمن؟